السلام عليكم، صباح الخير. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. وبالمناسبة والله يعني انا عارف ان انا مقصر جامد في الفيديوهات، بس ده غصب عني خالص. لان يعني بحاول افضي نفسي شوية برضو للمذاكرة وللترم التاني، لانه يبقى اقصر يعني. ولكن بإذن الله يعني هنحاول برضو في نفس الوقت ان احنا نجتهد في الفيديوهات اكتر واكتر، وانزل لكم فيديوهات بقدر الامكان كتير يعني. وبالمناسبة يا جماعة كنت منزل يعني منشور من 5 أيام. كنت بقول عاوزين الفيديو الجاي يكون عن مادة ايه، اللي هو ازاي نذاكرها، يعني ازاي نذاكر مادة ايه. ولكن في حد رجح عليا فكرة أفضل، قال لي في الفيديوهات اللي بتاعت الفلوجات قول بقى ايه في كل فيديو، يعني ازاي نذاكر كل مادة. الفلوج مثلا ده نقول مثلا ازاي نذاكر انجليزي، اللي بعده هنقول الرياضة ان شاء الله، وهكذا. فدي فكرة كويسة يعني، وإن شاء الله نجرب يعني اللي هينفع هنمشي فيه. ودلوقتي إن شاء الله نبدأ نذاكر، بس قبل ما نذاكر لازم كوباية القهوة. وبالمناسبة الساعة دلوقتي 4:30 قبل الفجر، فنشرب كوباية القهوة. لحقنا نذاكر، لحقنا ما لحقناش خلاص بقى نصلي الفجر ونجي نذاكر يعني. فيلا بينا. ودلوقتي عملنا كوباية القهوة الثقيلة. المهم كنت عاوز أبشركم يعني إن شاء الله يبقى بخبر كويس يعني. الا وهو ان احنا ان شاء الله في شهر رمضان، زي ما انتم عارفين يعني ان انا الحمد لله صوتي كويس وهكذا يعني. فالحمد لله انا معروف في بلدي يعني بصوتي وكده. والحمد لله جالي مساجد ان انا اصلي فيها تراويح في رمضان. جالي مساجد جوه البلد، وجالي مساجد ببلاد مجاورة جنب بلدنا يعني وكده. والحمد لله. ولكن ان شاء الله ان شاء الله هنعمل برضه فلوجات اللي هو في رمضان، من تجهيزي مثلا لصلاة التراويح، الحاجات دي فلو كويسة يعني. دي انا باخد رأيكم، قولوا لي في الكومنتات، وان شاء الله لو كويسة هنعمل فلوجات من دي في رمضان. هيبقى فلوجات يعني مدمجة ما بين المذاكرة مع برضو تجهيزي لصلاة التراويح، وهيبقى في الفلوج برضو قرآن، وهطلع عليكم بعض الآيات وهكذا. فنتمنى التوفيق والقبول بإذن الله. ودلوقتي قرآن الفجر بيقول، فهقوم اشرب كوباية القهوة، هشربها يعني واقوم اتوضى عشان انزل اصلي الفجر. فيلا بينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عاد اليكم من جديد. انا الحمد لله الصبح ذاكرت شوية وخلصت ورحت دروسي. كان ورا درس الساعة 8 و9 و10 و12. فالحمد لله الساعة دلوقتي 2 يعني، وانا خلصت كده كل دروسي. وجيت الساعة 1 من الدروس كنت تعبان جدا ونمت. فدلوقتي ان شاء الله انا هذاكر، بس قبل ما اذاكر كنت حابب بقى ارد على السؤال اللي هو بتاع ازاي نذاكر الانجليزي. اول حاجه يا جماعه، زي ما انتم عارفين ان احنا عندنا الانجليزي منقسم معانا لايه، كلمات وجرامر. اول حاجه نجيبها الكلمات. انا طريقتي انا في حفظ الكلمات، لما باجي احفظ الكلمات بحب اقسمها، اللي هو ازاي. وليكن مثلا عندنا كلمه زي كلمه مثلا مبروك، congratulation. انا مثلا باجي احفظها كون سي او ان، جرا جي ار اي، تو تي يو، ليه ال اي، شان تي اي او ان. فشوفوا انا كده قسمت الكلمه، وكلمه كبيره. فانا بحب اقسم اول حاجه الكلمات، بعد ما اقسم الكلمات بحفظها بعد ما قسمتها. يعني بحفظها بطريقه تقسيمتي. يعني كونجراتوليشن احنا قسمناها، احفظها بقى كونجراتوليشن كون سي او ان جرا جي ار اي، واقعد اعمل كده. المهم انا بحفظها مثلا بحفظها يعني ارددها 3 4 مرات، بعدين اكتبها مرتين. الكتابه بقى هي اللي بتثبت هنا الكلمات. فدي طريقه كويسه جدا في الكلمات. بالنسبه للجرامر، فانا الجرامر بسمع مع المدرس الحصه، وبعد ما اخلص المدرسين على اليوتيوب. انا هقول لكم برضو على افضل مدرسين دلوقتي. المهم المدرسين على اليوتيوب بيقوموا رايحين واخدين جنب كده بعد ما بيخلصوا مثلا شرح
فقرة معينة او كده، بياخده جنبي يقول لك خدها لقطة شاشة، او ممكن يكون سايب لك الشرح PDF. المهم انا بخلص بسمع شرح كويس القاعدة، بعدين اجي اكتبها بايدي في الكشكول، بلخص بقى، بجيبها بايدي في الكشكول كده تلخيص، وبعد ما الخصها بقى بالونها واظبطها ويبقى شكلها جميل يعني كده يفتح النفس. بعدين اقعد بقى ايه امسك القاعده، طب ودي جت مع ايه ودي تجي مع ايه وليه وعشان ايه، طب في فعل مش عارف ايه طب ليه، وهكذا. فشغل مخك في الانجليزي بالاخص، وانت قاعد مثلا ماسك القاعده، يبقى دي انا تجي مع المصدر ودي انا ما تجيش وهكذا، وهنقسم وهكذا، ومريح بقى جايب صفحه القاعده. اول ما تحفظ خلاص هات بقى صفحه القاعده واقعد حل الاسئله اللي على القواعد، ده هتفرق معاك جامد. يعني ما تاجلهاش تقولش بقى انا ذاكرت القاعده بعد الفجر احل الاسئله بالليل، لا انت حفظت القاعده حل عليها في نفس الوقت. وممكن حد يقول لي طب احنا مش عارفين قنوات على اليوتيوب كويسه بتشرح. بص انا اقول لك على حاجه، لو انت عاوز ازمنه اللي هو شرح لقواعد الازمنه يعني وكده، دي ممكن عندك قناتين كويسين جدا، قناه ذا امريكان انجلش للاستاذ ابراهيم عادل، ما شاء الله يعني عالمي، وهو طبعا غني عن التعريف. وعندك تاني قناه اللي هو الباشمهندس احمد ابو زيد، قناه دروس اونلاين. فالقناتين دول في الازمنه حاجه تانية يعني بصراحه. لو انت بقى عندك القواعد اللي هي قواعد الكتاب بقى نفسها، قواعد المنهج دي عندك، انا افضل مستر بسمع له على اليوتيوب طبعا كلهم يعني ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويجعل عملهم في ميزان حسناتهم يا رب، كلهم يعني ما شاء الله جمال جدا. ولكن انا افضل واحد بالنسبه لي بفضله جامد 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 المستر عمرو رجب. المستر عمرو رجب حته تقيله جدا، ما شاء الله بيفهمك بالراحه، وبيسيبك تاخد سكرينات في السكرينات شوت يعني في قلب الفيديو، ومظبط العمل على الاخر يعني ما خليك مش محتاج حاجه خالص. فربنا يا رب يعني يبارك له ويرزقه ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته. وبس كده، فدلوقتي بقى ان شاء الله هقوم عشان ورانا شويه مذاكره تاني، فيلا بينا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. عاد إليكم من جديد. دلوقتي أنا الحمد لله ذاكرت شوية وخلصت يعني، ولكن كنت حابب أكلمكم في موضوع مهم جدا، ألا وهو إن إحنا داخلين على شهر رمضان. ففي البداية كده كل عام وأنتم بخير يعني. وأول حاجة حابب أكلمكم فيها يا جماعة بمناسبة إن إحنا داخلين على شهر رمضان، وهيبقى في تراويح وهيبقى في صوم وهيبقى في يعني حاجات كتير هتقربنا لربنا أكتر. فحاول تستغل الشهر ده بقدر الإمكان في إنك تعمل كل حاجة صح في حياتك. وبرضو أول حاجة عاوز أنبه عنها إنك تخلص نيتك لوجه الله. أول حاجة لازم في شهر رمضان ده أول قاعدة، وهي إخلاص النية. إخلاص النية ده حاجة مهمة جدا، لأن أنت لو بتعمل ده بقى عشان أنا في شهر رمضان، لا ما هو يعني ولا ده أي ستين لازمة. أهم حاجة إخلاص نيتك لوجه الله. تاني حاجة حاول إنك تصلي التراويح كاملة، ما تصليش ركعتين وتمشي. فدي يعني معلومة كويسة جدا والله، يعني صلي التراويح بقدر الإمكان تكون كاملة يعني. وبرضه صلاة التهجد في آخر 10 أيام حاول تصلي التهجد، ونوع في المساجد. يا عم روح صلي هنا وروح صلي هنا، والشيخ اللي صوته حلو بترتاح وراه روح صلي وراه. فيفضل انك يعني، بس اهم حاجة برضه النية، يعني النية اكتر حاجة انبهكم عنها. تاني حاجة كنت حابب اتكلم معاكم فيها بمناسبة شهر رمضان، الا وهي زي ما انا قلت لكم يعني ان انا في شهر رمضان ان شاء الله هعمل لكم فلوجات مثلا بالكتير ان شاء الله 3 ايام في الاسبوع، ده بالكتير يعني ان شاء الله. هعمل 3 ايام كل فلوج هنشارككم فيه بقى رحلتي اليوم ده في المذاكرة مع حفظ القرآن مع التجويد وهكذا، يعني اللي هو هنجود ازاي وهنحفظ ازاي
عشان برضه انا الحمد لله يعني جاي لي مساجد كتير في رمضان السنة دي. فبإذن الله يعني هنحاول بقدر الإمكان نشتغل على نفسنا أكتر في شهر رمضان، سواء دينيا سواء علميا، فأخلصوا النية لوجه الله. وبس كده، فيعني لو مهتم بالمحتوى بتاعنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وبس كده، فيلا سلام.